المغتربين السودانيين وعمايلهم مع الفنانين. كده قبل نتكلم تعال نشوف الفيديو ده. دي حفلة للفنان والدوبة في الرياض امس. شوف الحفلة دي كانت في خميس مشيت برضه، دي الحفلة الثانية. طبعا مبدئيا الحفلتين خربوا يا ينابو. يا مغتربين نهبشكم تقعدوا تنططوا وتيجوا جارين لنا ان انت ما عارف ده بيتغرب عشان اهله. ما في زول يكتب لي التعليق بس حاليا في الفيديو بينزل لك بعد شويه ده. يا شيخ اقسم بالله قاعدين نمشي الحفلات، قاعد نحضر لجاليات ما تتكلم عربي ذاته، هنود قاعد نحضر لجاليات غير عربيه ذاته، حتى الجاليات العربيه قاعد نمشي نحضر لها، حتى الخلايجه حفلات الخلايجه قاعد نمشي نحضر لهم، وفنانين اكثر شهره ومعروفين اكثر من ودوبه ده. الله خلقنا ما شفنا جمهور سخيف وما عنده موضوع وبقتل المتعه زي السودانيين ديل. المفروض انت مغترب عن بلدك عقلك يكون يتغير من العقليه التافهه دي، بما انك خالطت اجناس كثيره. اي تصرف اشتر وتصرف غير مهذب وتصرف سخيف وراه المغتربين. اتحداك تجيب لي جاليه ثانيه بتسوي السؤال اسف الفيديو ده غير المغتربين السودانيين، ولما يجي يعصروك بكلمه بتقعد تنطط. انت عايز توصل شنو للناس؟ انت عايز تسهر لناس بصوره مثلا. في ناس اسي حاليا في الحفله دي دفعت قروش كويس، والله بيكون عنده التزام لانه بيحب الراجل اللي اسمه الدوبه ده ولا بيحب الدلاشيبه ده كويس، والله العظيم وفر الحاجه دي وشال حق القروش دي قطع بها تذكره عشان يحضر الراجل ده. تجي انت شارب لك نص كوبايه وتعمل فيها السكيره العربيد. انت ناس مسلسل الزير سالم ديك ذاته. والله الحفله ده لو فيه رجال بجد انت تتمسك شفت بيسير كرسي يدقوك في جعابك ديل لحد ما يجيبوا لك الزغوطه ويشولوك زي الكلب يفنوك برا الصاله. بعدين حاجه ثانيه، المتعهدين اللي بيجيبوا الفنانين ديل، انت كمتعهد جايب فنان عامل عليه تذكره تمام عشان الناس تيجي تحضره، عارف الفنان ده جماهيره ممكن تكون كيف. المفروض انك توفر للناس اللي ما عندهم ذنب في انه الحفله دي تخرب، المفروض توفر لهم جو كويس وتكون عامل حساب الهوشات وعامل حساب العقليات اللي بتجي الحفله زي دي بتبوظها، تكون عامل حسابهم في الحاجه دي، وتكون عندك سكيورتي قوي في الحفله وتنظيم ممتاز عشان الدافع قروش عايز يحضر الحفله دي بجد يستمتع بالحفله دي. يا اخي ما ممكن يا اخي اي فنان جاي من السودان يعمل حفله هنا في السعوديه، يا سودانيين بتخربوا الحفله، ناس سخيفين وناس بايخين خلاص. هل نفسي انت عايزين توصلوا للناس شنو؟ يعني الناس اللي قاعدين في وش الفنان ده عايزين توصلوا للناس شنو؟ يجينا لك واحد طاير قاف ونط لك فوق المسرح وضارب بود الفنان ويقطع لك في هدومه اللي متاثر بكاظم الساير ده. يا مان عارفين انك متاثر والفنان ده ضاربك جوا، اقعد يا زول بطل قلتها عشان الناس تحضر معاك، ولا الفنان قاعد واقف قدامه كده والناس قاعدين في الكراسي وراك ما شايفين الفنان ولا شايفين الفنان بيسوي في شنو ذاته. عارفين انك خلاص عايز توصل للناس انك عندك الحاله الهستيريه دي اللي بتشرد الجلابيه، الجلابيه شرطها دي انا متاكد انك ما عندك غيرها، حتكون ثاني هنا حي منفكه. عارفين انك عايز توصل للناس انه انت متاثر بالزول ده وخلاص انت مطيب. يا اخي ما تخرب للناس الحفله يا زول. انا عن نفسي حفله لفنان سوداني ثاني ما ماشي، والله العظيم ما ماشي. عاوزين تعملوا لنا فيها امور صقر وامور عربه ده، البلد دي ما فيها كلام زي ده، بينزلوه معاك لما تتكيف. وربنا مرقك المره دي، المره الجايه بتركب فيه. وشوفوا يا مغتربين ما تجيني طاير لي في الفيديو ده تقول لي انت ما تجمع المغتربين، انت عارف ان انا بتكلم فيها كويس، ما تجي تتحمير لي برضه في التعليقات. يعني انا بستغرب الصاله دي فيها منصه حقت الفنان وفيها مقاعد للناس اللي ممكن تقعد ممكن تستمتع، انت عايز ترقص برضه ورا الكراسي هناك في مساحه ممكن ترقص فيها، ممكن ترقص قدام الكرسي حقك كويس ترقص والناس ممكن تفرح برقصتك دي ذاته. لكن لا بس الفنان يمسك المايك تتلموا زي الخرفان الكرج، بتعرفوا الكرج؟ تتلموا زي الخرفان الكرج جنب بعض كده جنب الفنان وتقفلوه هنا ده. علي القسم انا لو متعهد الحفله دي كويس تقوم من الكرسي حقك يدوك كف ويتفوا لك في وشك ويقعدوك في الكرسي، يا اما يشيلوك في النوب برا الصاله. اقسم بالله العظيم جد اي حاجه سمحه قاعدين تخربوها انتوا، اي تمسكها من السودان ووضعها الاقتصادي هناك لحد تصرفات المغترب، اي حاجه يخشوا فيها السودانيين بقت تخرب. قدوا يا الله قد بطنكم. السلام عليكم.